السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نهاركم كله ورد وياسمين، ورد كيما البوكيه الفلور هذايا البوكيه المزيان. هذايا جابهولي ولدي الصغير. البارح جاي مخبي حاجة تحت ورا يده، قلت له شنو؟ قال لي تا قلت له شنو المناسبة؟ عيد ميلادي، شنو فات عيد ميلادي؟ قال لي لا كيك ماما حبيت نشري لك بوكيه دو فلور. قلت له كان جبت لي حق وفلوس خير، نفدك عليكم. وانا قلت له بالحق، قلت له كان عطيتولي فلوس. قال لي بالله يا ماما بالحق. قلت له لا هذا نخليه لين يشيح وانا نموت. عندي وانا صبيه عندي وردات كي قدمهم لي خطيبي مازالوا يابسين هكا في الالبوم حطيتهم. واول مره نتذكر نمشي انا ياسر نستحفظ على الحاجات. اول مره مشيت للسينما انا وراجي بعد العرس، الاوراق نتاع السينما التو مخبيين، كلينا جلاس مش ورق السينما، كلينا جلاس في السينما صدقوني، العود والكيخت نتاعو التو مخبيتهم. نستحفظ ياسر. حسيلو ان شاء الله قلت لكم نهاركم ورد وفل وياسمين ونسري زغوان. نحب نحكي على الموضوع هذا حبيت نحكي نهار السبت، وبعد دخلت في حكايه اخرى وما حكيتوش. الحكايه هذه وجعتني بشكليه غريبه، بقات مأثره فيا خاطر عشت لمحه منها، بقات مأثره فيا وبقات عندي وجع لهنا في قلبي. فما بالك الام هذه شنو حست. ابقى في الاخر باش تشوفوا غرايبنا، الغرايب والعجايب في الدنيا هذه. الحمد لله الحكايه هذه ما صارتش في تونس، صارت في مصر، اما ولينا عندنا برشا حاجات تشابه للحكايه هذه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا ديما نقرا برشا، فما موضوع ديما يسالوه في المباشر، فما مذيعة تسال في المباشر، وبعد ديما ندخل لي كومنتير نقراه. تسال السؤال هذا وانا نساله لكم بالله يجاوبوني. نحبكم خليوا كل شيء، لا تقولوا لي يا محلاك ثريا، ما قولوا لي اما اعز اذنا ولا الام. الام هو كل واحد في كفه صحيح، اما كي باش يخيروكم وصيي تختار امك ولا ولدك ولا بنتك ذناك، شنو تختار. بالنسبه لي انا نهار تحدثت انا وامي قعدنا نحكي، وقلت لهم شنو اغلى حاجه عندك في الدنيا هذه؟ قالت لي بنيتي ما فماش ما اغلى منكم انتوما. قلت لها عايش امي، كان يخيروك ما بين امك هي ميمتي مامي، يعني جدتي، مش انا نتاع مامي عمري ما نقول مامي خاطر استنس اللي صغار نقول لهم مامي. الجده نتاعي ماتت توفات ربي يرحمها، ما قلت لها عايش امي كان يخيروك ما بين امك وما بيننا احنا. قالت لي بنيتي نختاركم انتوما، صحيح نحب امي. قلت لها مالا ميمتي ما تتغشش، حتى انا راني نختار ولادي، راني نحبك برشا. قالت لي بنيتي ما نتغشش عليك، خاطر نعرف ما فماش ما اعز من الظنا هذيك قطعه منك انت تخرج من الجسد نتاعك. ربي فضل لنا وان شاء الله ما نتحطوش في خيارات كيف هكايا. اما برشا يقول لك لا امي، يبداو في الكومنتات. نتصور اللي كتبوا هذوكم يا واحده مازالت ما خذاتش وما عرستش، يا واحده ما جابتش صغار ما تعرفش قيمه الكبده. انا نقول الكبده يا ميمتي، تو ربي الام يسمح للام. اي انسان يبكي ولا حاجه، لكن الام على جال صغيرها كي تبكي يسمحها ربي، فهمتني؟ لطف يا ربي. ولا الام كي تخبي على ولدها حاجه ما تتعاقبش بالقانون، هكا اللي نفهموا على الصحيح ولا لا، خاطر تبقى ديما ام مهما كان، ولا تبيع روحها على خاطر ولدها على خاطر صغيرها. ان شاء الله ما نتحطوش في مواقف كيف هكايا. بالنسبه لي انا ما نكذبش عليكم، اولادي بعد اولادي توفى الحياه بعدي انا، يا ربي ان شاء الله، يا ربي يفضلهم ان شاء الله نهاري قبل نهارهم هما، ان شاء الله وليداتي هما اللي يهزوني يوصلوني للقبر. نرجع لدي خير من غديتو قداش نزرب في الحديث ياسر، نبدا نزرب من بعد كي نبدا نحكي نقول نشلق بروحي كليت برشا كلمات ما نعرفش علاش انا جيت نحكي نورمالمون راني طلعت محاميه، وكان حلمي يوما ما اني نطلع محاميه، ما قريش على روحي الله غالب. نرجع لحكايتنا اليوم، ما نزيدش نضيعها كيما ضيعتها نهار السبت ودخلت في منعرج اخر. حكايتي لكم اليوم باش تجينا من مصر، ديما مصر تبدع ان شاء الله. ان شاء الله اللي صار هذه الحكايه اللي صارت في مصر، صارت برشا حكايات متشابهه اما مؤلمه. هذه تشوفوا النهايه كيفاش كانت، وكيفاش الانسان يتفنن في قتل الانسان خوه المؤمن، وعلاش؟ من غير حتى اسباب، يعني حاجه مجانيه. ويقاتل الروح وين تروح، كي تقتل ما عادش انسان ما يخممش وقتها، انسان يشد يقتل خوه المؤمن، يشد يقتله وما يقراش العواقب شنو باش يصير، ماشي في باله راهو باش يمنع وكل لا، ويعرف راهو يسمع به راهو عمل له في الاخر راهو يتشد وراهو ساعات خيط هكا جويد وتظهر الحقيقه. المهم نرجع لحكايتنا اليوم، باش نحكي لكم على المهندس احمد، شاب يعني عمره 39 سنه، مازال في فتره الشباب، ما صغير والله. انا عطيته 29 مش 30، كان طارت عمره 39 سنه، عنده 3 بنيات، معرس عنده 3 بنيات، اموره واضحه، بداره
يعني ما عنده شيء ما ناقصه، حياته بكرهبته هو ومرته عايشين حياة كريمة، أم وأبوه راضين عليه، يعني عايلته لباس عليهم ما شاء الله. ويجيك البلاية غافل. وردوا بالكم، ونزيد نعاود ونقول لكم ردوا بالكم وزيدوا ردوا بالكم، تعملوا الخير في وقتنا هذا، ما عادش تعمل الا خير. مش نقول لكم ما تعملوش الخير وتمشوا تعملوا شر، لا لا، نعمل الخير لا نعمل الشر يا خويا. ابعد عن الشر وغني له زاد، حتى الخير نبعد عليه هكا، نمشي تحت الحيط. وساعات انت تبدا ماشي تحت الحيط وتهبط عليك ضم السماء، والله برشا نتفرج دي سيكونس يبداو واحد يبدا متعدي ويهبط عليه سطل، يهبط عليه فاز من السماء، تهبط عليه مدريه نتاع مرمى، واحد ما عارفش كيفاش ولا يمشي. الحاسي الحمد لله، قل ما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أما مخيبها الغدر، وإنسان تعمل معاه الباهي كيفاش يكافئك بالشر. لا، سي المهندس هذايا ما نطولوهاش وهي قصيرة. المهندس أحمد هذايا مرته وبنياته أمه وبوه مشاو العرس كيما نقولوا احنا في ولاية تونس، ومشاو المدينة أخرى مثلا صفاقس ولا المنستير ولا سوسة لدار عمهم. البو مشى لدار أخته باش تعرس لبنتها ولا لولدها. مشاو هما سبقوا كيما نقولوا قبل بنهارهم، تغدوا ولا هي نهارتها مشاو الصباح، هو باش يخلط عليهم بعد ما يكمل خدمته، باش يخلط عليهم للعرس. كيما نقولوا جات العشية وكل الأم تطلب في ولدها الأم ديما ما فماش كيما الأم والمرأة زادا. مرته زادا تطلب فيه، يقولوا معايا قريب نوصل آخر مكالمة. قالوا لهم راني كيما نقولوا هاني في محطة بنزين، هاني في كيوسك نصب في ليسونس، واني يكون نص ساعة الأكثر، وتوا نكون بحذاكم بقدرة ربي. وكل شيء ديما بقدرة ربي، واحد ما يقول حاجة ما يقول كان بقدرة ربي. اطمنوا يقلك نص ساعة ويجي. تعدت النص ساعة والساعة والساعتين ويطلبوا فيه، التليفون تسكر. كي التليفون تسكر بداو يتوغشوا. الحاسيلو كيما نقولوا بقاو مساكن عطاو يجي ويقول لك يمكن كهرباء تكسرت بيه، يمكن ليسونس كان يصب فيه. المهم توغشوا عليه كيما نعرفوا احنا في النهار الاول، حتى كي يمشيو يبلغوا عليه ما ياخذوش براهم. واحد عمره 39 سنه يقول لك كان ماشي البلاصه مشى يسار مشى. المهم بقاتك العائله ذيك ما عادش حضروا العرس ولا ما حضروش، ما قالوش حكايه زايده هذه. انا باش نوصل نجبد العرس ولا مش العرس. المهم الميمه ما يعلم بها كان ربي، مشاو لك يدوروا باش يمشوا للكيوسك، يقولوا بلا جاش واحد صب ليسونس لهنا 1000 كهرباء تدخل وتخرج. مشاو في الطرقات، مشاو في كثنية أقرب السبيطارات، شافوا المراكز ما جات، لا توقفتوا دورية أمنية لا مشى للسبيطار لا حتى شيء. بقاتك العائلة ما يعلم بها كان ربي. نرجعوا لسي أحمد هذايا. علاش قلت لكم ردوا بالكم تعملوا الخير؟ هذيك خليوا العائلة تلوج على روحهم غادي. قال شو اسمه خلي القرآن استغفر الله العظيم اللي جابوا فيه عندي، ما نقول لك ما ندخلش في متاهات أخرى. المهم نرجعوا لسي أحمد هذايا. سي أحمد هذايا يوقف في كيوسك. كيفاش عرفوه؟ بعد باللي كاميرا. مو الأم ساعات محلاه اللي كاميرا بالحق في وقتنا هذا كل جرائم القتل تتحل باللي كاميرا. قالت الأم آخر مرة راه قال لي هاني في كيوسك كيما نقولوا في البياج ولا فاك البلاصة هذيك، هاني في الكيوسك واقف. رجعوا للكيوسك يحبوا يشوفوا لي كاميرا. كي رجعوا للكيوسك هذاك يلقاوه مركب معاه واحد. كيفاش هي باش نرجعوا لكم كيفاش انا عملت لكم قصه عربي. سي احمد هذا يوصل للكيوسك عبا ليسونس، جاه واحد قال له يفرحك تمشيش. واحد شاب زاد صغير في العمر. قالوا تشيعنيش انت وين ماشي كيما نقولوا. قالوا قريب يوصل مثلا لسوسه. قالوا ماشي سوسه. قالوا اما تشيعني في يدك. قالوا هيا ركب في كيوسك قدام العباد بلي مازالت الناس تخون عادي قدام عباد واقف في كيوسك. شوفوا الناس تتخوبث وشنو ما كان نيتو الراجل هذا. ركبوا معاه ويقول كان قريب نوصل الاخر يكمل لي نصيف ساعه يونسني في الثنيه. خرجوا كيما نقولوا في الكيوسك وتبقى طرف خلاه هكا. يوقفوا يشدوا على جنب يقولوا حط مد سكينه وحطها له في جنبه. قال ويمد البورتابل نتاعك، مد البورتابل، مد الستوش نتاعك، مد مسكين ستوش اللي في جيبه كل مدو. عنده شو اسمه بيسي فكهولو، يعني اللي اي حاجه تسوى في الكهرباء هذيك انا حاله مونجيلت وما خلى ما يعمل اجبدهم. انت خذيت البورتابل والمونجيلا والبيسي والبورتفوي نتاعو والفلوس اللي في جيبه كل خذيتهم له. شمزلت ناوي خليه يمشي على روحه ويا دار ما دخلك شر. لا انا هذوما بركه. بعد ما خذا هذوما الكل حطهم في جنب، حطهم في جنبه ولا رماهم تالي. قال له يا اهبط من الكهرباء. قال له ولدي صلي على النبي. قال له قلت لك اهبط من الكهرباء. شاد سكينه في جنبه، حط له سكينه في جنبه. الاخر باش يدافع على روحه يقول لك شنو يعني انت نورمالمون
إنسان حاطك سكينة في جنبه، يعني ماكش باش تعطيه الكرهبة، أنتِ كان كنت بطل هو في باله باش يعطيهم له الكل ويهز كرهبته ويمشي يقول لك دفع لهم مكانة أعظم ولا ينجم بعد يشكي بيه ولا الله أعلم. كي ولات في الكرهبة نتاعو كيما برشا يقول لك الكرهبة كيما المرأة ما تتعطاش. قالوا لا ما نعطيكش الكرهبة، يكون يسدد له الآخر قداش من طعنة هكا في جنبه، كانوا قاتلين على البلاصة. ما نعرفش كانوا قاتلين ولا مش قاتلين، المهم سدد له قداش من طعنة في جنبه. يا ليتك هبطت وليدي وعطيته الكرهبة ومشيت على روحك وأنتِ الكرهبة تتعوض والدنيا كلها تتعوض وأنتِ ما تتعوضش، خليتها شوية في قلب أمك. اسمعوا شنو اللي صار زادة، مش هذا أنتم تخبوا هذا حد الباس، لا، 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 لا. عطاه قداش من طعنة ودار له من الجنب الآخر يجبدوا من الكرهبة، يهبطوا وهذا كل ما نعرفش ما تعداش كراب، ما فهمتش طريق مخلية، ما فهمتش شنو هي الحكاية. يهبطوا يحطوا في جنب الكياس من هنا ويركب في الكرهبة ويمشي يعفس له على راسه، يمشي ويجي يعفس له على راسه باش قال لهم بعد يحكي لهم وقت يستجبوا فيه، قال لهم باش نخفي له الملامح نتاعو ما عادش يعرفوا حتى حد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنتِ كي ناوي تهز الكرهبة ذيك الكل، عندك شكون تتعامل معاه باش تعطي الكرهبة، الناس كي تسرق الكرهبة هذوما يعملوا بركاجات يسرقوا الكرهبة تتفرك تتباع، أما مش ما عندك حتى شي حاسر وفخس وزاد عدى عليه يعني مو تشتيت اللطف، مسكينة الأم كي تسمع بعد باش تبقى حياتها كاملة يا ليتهم الطعنات بركا هي الموت وحدة كيما يقولوا فيها، أما حاجة موجعة توجع برشا. المهم هزك الكريهبة وك الدنيا كله مشى على روحه. هاك العايلة هاذيك وهزوا كيما نقولوا بعد وكا على الطريق، كيما نقولوا العايلة هاذيك تلوج كل ما لقاوش، بعد كيما نقولوا نهار ولا نهارين واحد متعدي، المهم فما ناس متعدين اكتشفوا الجثة هاذيك والآخرين عالمين عليه، مشاو باش عرفوه أولا قبل الديان وقبل كل شيء خاطر الملامح قالك فغص وتفغيس. بالخاتم هو ديجا حتى بحوايج ينجموا يعرفوه، اما الخاتم الدبله هو ما نحالوش في مصر ياسر عندنا حتى احنا في تونس يكتبوا عليها اسم الزوج والزوجه ودات نتاع العرس نتاعهم. وبدات الابحاث عاد وين اخر مره ركب هكا مشاو شو اسمه للكيوسك وباش ربي وبزاد حاجه اخرى مشاو للكيوسك مشاو منظروا ركبوه معاه حتى لين يلوجوا عليه وحطوا له تصاوروا وباش زاد ربي باش وصلوا له فيسع البورتابل باش يلكو ربي مشى باعو واحد اخر حط فيه البيوس نتاعو وهو الاخر عنده البورتابلوات المضخمين هو حط البيوس نتاعو والتليفون طلعت كيما نعرفوا كل الحاجات المعتاده التليفون كي تحط فيه البيوس تطلع مولاها مشاوروا من عند شكون شريته مش شريته عند فلان الفلاني مشاوروا طول الدار بما انه مصور في اللي كاميرا نتاع الكيوسك اي بعد نهارين مشى ضحيه هباء مشى يعني الاخر مشى هباء منثورا ما ذاك مشى ضحيه لا عملت يد ولا عملت ساق خاو الفلوس اللي خذاهم مازال ما صرفهمش البورتابل باعوا والفلوس نتاعو مازالوا موجودين الكرهبه مخباها في جراج هيك يعني عملت عملة كي خليقتك كي وجهك وما ربحت من الحكايه كل شيء الا اللي ربحت دعاء ام تبقى حياتها كما تدي عليك خسرت دنيتك واخرتك في مصر الاعدام برا يعني كنت قاعده كيا تسببت في موت انسان اخر وتسببت في موتك انت اللي تعمل بيه في البركاجات والدنيا الحاله الحين مشيت خدمت على روحك ناخذ 30 دينار في النهار 20 دينار وبالحلال من كيفاش توصل تتمتع بهمك الفلوس هذوك وانت على حياه انسان اخر قضيت على حياه انسان اخر الام هذيك مسكينه شنو حست يعني ولدها وخلالها بنيات صغيرين تقتل يعني موتها هذه ممكن جاء اكسيدون يمكن تقول قضاء وقدر وكهو يعني تسير اما انسان عمل الخير معاك ركب قلت له شيعني شيعته قلت له اعطيني البورتابل واعطيني الفلوس واعطيني البيسي مد لك الفلوس الكل من قالته ثمينه مدها له والله اعلم شنو عنده اخر مدهم لك هذوما الكل قال لقاوهم عنده مازال ما تصرفش فيه حتى كانت تمتعت بالفلوس وكان مشي لا حول ولا قوه الا بالله العباد كيفاش تفكر انت ناوي ماهوش باش يفيقوا بيك لا باش يفيقوا بيك تعرفوا برشا عباد يعملوا في حاجات نتاع حاشاك مبهامه تعرفوا تو في كل بلاصه كاميرا حتى كان تقول الحومه ذيك ما فيهاش كاميرا راهي في الدوره نتاع الحومه ذيك فما كاميرا راهي الامن ولو يجيبوك من قبل 2-3 كاميراوات يعرفوا شكون تعدى من البلاصه هذيك اللي يمشي يوصل للبلاصه هذيك يعني قبل ما تعملوا اقل حاجه ردوا بالكم راهو سرقه عمايل خايبه راهو تشوفوا في حوانت لا حول ولا قوه الا بالله
مسكينة الله يصبرها الميمة ذيك، والله ربي يصبرها وربي يعطيها القوة كيفاش باش تتحمل وكيفاش تبقى. وين تتذكر كيفاش دغروا الدغرات هذيك كل طعنة بسكين تسمعوا 4 5 هذوكم في القلب نتاعها، وزيد يعفس عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله ينال الجزاء نتاعو في الدنيا وفي الآخرة. والحاجة هذه ردوا بالكم، والله راني كي نحكي لكم حكاية كيف هكايا راني نحب نسمع، نحب ننصحكم، راهو لا غير. ما عادش وصيوا، حتى توصي راجلك، توصي بنتك، توصي عندها كرهبة رد بالك تركب معاك، حتى صاحبتك ما عادش. عندي حكايه وراهي من الجزائر تو نحكيها لكم، كيفاش وحده ركبت بحذا مع صاحبتها وطلقت عليها النهار، حكايه طويله هذه تو نحكيها لكم، تشهرت برشا في الجزائر. وعندي واحد قريبي قال لك راجل كبير واقف، وقفني ستوب، قال له عايش ولدي نركب معاك، هو معاش هبط في حماس يشري ماء ولا شنو، لقاه واقف، عايش ولدي نطلع معاك، قال له اطلع. ما يسالش وين نشيع، قالوا كيما نقولوا 10 قلت 10 متر وزوز كيلومتر لقدام. قال لك كي جيت نركب فيه ركبت معايا بنايه، قالوا بنتي، قال لك كان جيت نعرفوا هو بنته ما ركبوش من اول مره. قال لك بعد ما ركبتوا معايا ركب الراجل بجنبي والبنايه بحذايا، مشاو كيما نقولوا زوز 3 كيلومتر، هو جاب ربي وقفوا بحذا حماص اخر وبحذا قهوه. هي حبت تعمل يعملوا فوف عقبل، هما كان جاي حطوه في الخلا وعرضوا له عباد اخرين، زادت تكون نهايته كيف هكايا. اما قال جاي بحذا قهوه هكايا بعيده وبحذا قمر، قالوا عاش ولدي وقفني لهنا باش نمشي نشد الدخان. الراجل تصدم، كان واحد اخر يقول لي برا نمشي اهبط، شنو نقعد كل ما حتى نهبط فيك. قال لك هو هبط والطفله راجعت ركبت، هو بما انه شوفور قاعد باش تشوفوا الخبث نتاع العباد هذه في تونس صارت والله. قال لك الراجل هبط والطفله ركبت بحذاه، قالت له اسمعني تمد 50 ما طلبتش عليه برشا، مد 50 دينار، ما كانش نقول فيها هو نعمل فضيحه تو تجيك الشرطه نقول له مراه يحب يغتصبني ولا يحب يتحرش بيا، وكان عملتها له هي. اخي الراجل قال لك الشوفير هبط من الكهرباء وبدا يعيط، جاوك الواد القهوه والطفله تقول حتى، والراجل الاخر قال لك ما فماش ريحته والبنيه ما عملت حتى شيء. قالوا له يا ما جماعه اللي غاديك، قالوا له هذوك راهم بروفيسيونيل في الحكايه هذيا، يعني يعرفوهم. لا قلت له كان جيت كيفهم انا كيفك راني مشيت للمركز واش كيت بهم، قال لي لا نمشي بهم لا نحل الباب بلا على روحي، تولي الطفله في شاده فيا صحيح وتولي لي مشكله كبيره، وبالحق تنجم تعملها له، راهو تركبها له. قولوا لرجالكم ولولادكم عندكم كهرباء حتى وليد ما تركبوش صوبها وشوفوا شنو اللي صار. يا خويا اللي حاجته يمشي هكا بفلوسه، ما يهبطش في بلاصه خلا ولا يشد على ساقيه، يمشي على روحه. عندك كهرباء ما نقفش، حتى كان ركب ما عادش ركب حتى خوك، الدنيا انتانت. لا حول ولا قوه الا بالله. احبابي واصحابي كيما العاده، والله لا تقطع علينا عاده، ما تنساوش تعملوا لي كومنتير تحفون كيفكم انتوما. اللي اول مره يدخل حكايه من حكايه ثريا فضلا وليس امرا، نتمنى يعمل لي اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. في الاخر ما بقى لي كان باش نقول لكم ان شاء الله نهاركم ورد وياسمين، الى اللقاء.